بس أنا عاوز أطلعكم على عدة نقاط في الموضوع ده مهم جدا. هو ما معنى الصحابي؟ ما هو الصحابي؟ متى نقول ده صحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إسلام. ده رقم واحد. طب سؤال تاني، لماذا نقول الصحابة؟ ما بنقولش أصدقاء النبي ليه؟ ما بنقولش أحباب النبي ليه؟ لأن التسمية تسمية قرآنية وحديثية، يعني احنا مش بنجيبها من تلقاء أنفسنا. قال تعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. شفت الكلمة الجميلة دي؟ وبعدين تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة أصحابي دي كتير جدا. لا تسبوا أصحابي كثير جدا في الحديث. طب السؤال، هو احنا ليه بنزعل وبنغار على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا جاءتنا الترضية على صحابة النبي في القرآن بالنص الصريح. يعني ايه بالنص الصريح؟ يعني لما يجي القرآن يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مين اللي كانوا تحت الشجرة بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي في الحديبية. مين اسمهم ايه؟ صحابة النبي، اللي هم كانوا كام عددهم في الوقت ده؟ من 1400 ل 1500 صحابي. ماشي؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ينفع احنا بعد الكلام ده نقول صحابة النبي فيهم وفيهم؟ طيب لما يجي القرآن يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، من الذين معه؟ مش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لما يجي القرآن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مين اللي رضي عن الله عنهم؟ مش الصحابة؟ طب لما يجي القرآن يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسر، مش دول هم الصحابة؟ طب لما يجي القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. طب ما هم دول الصحابة يا جماعة. طب لما يجي القرآن يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، مش هم دول الصحابة؟ ينفع بعد ده كله حد يقدح في الصحابة؟ ولذلك يا جماعة أنا عندي بحث كده قرأته 100 آية من القرآن تتكلم عن فضل الصحابة بالنص الصريح أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال بسيط جدا، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين ويقول إيه؟ يقول لا تسبوا أصحابي، حديث في الصحيحين، ما بقولكش حديث يعني إيه؟ يعني أعلى درجات السند، يعني لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصف صحابي. واضح كده؟ ولما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عند الإمام الطبراني بسند صحيح من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. النبي مات عن كم صحابي يا جماعة؟ مات رسول الله وعندنا من الصحابة 114,000 صحابي، على رأسهم الأربعة المعروفين اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دول على رأس قمة الصحابة. تقول لي ازاي؟ اقول لك يا اخي لما يجي النبي في الصحيح، انا مش هقول لك الا في الصحيحين، لما يجي يقول في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت من؟ ابا بكر ولكنه اخي وصاحبي. يبقى في الصحيحين. ويجي حد يقول في حق ابو بكر كلمه مش لطيفه. طيب لما يجي يتكلم في عمر ويقول في الصحيحين عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اريت في الجنه ان قصرا بجواره امرأة تتوضأ، قلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب في الجنة، فتذكرت غيرة عمر فوليت مسرعا أو فأدبرت مسرعا. ده النبي يقول كده، يقوم عمر يبكي ويقول أو عليك أغار يا رسول الله. ده في الصحيحين. لما يجي النبي يقول في الصحيحين لعمر يا ابن الخطاب لو لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر. مش الكلام ده لعمر؟ مش في الصحيحين هم؟ طيب لما يجي في حق عثمان الشهيد الوقور الذي مات على مصحفه، لما يجي يقول في الصحيحين لما صعد النبي على أحد ويقول كان مع النبي مين يا جماعة؟ كان مع أبو بكر وعمر وعثمان، ويهتز الجبل ويقول رسول الله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. من الشهيدين؟ اللي هم عمر وعثمان، ورابعهم علي بن أبي طالب صهر النبي وابن عمه الذي قال رسول الله في حقه أبا الحسن والحسين الذي قال سيد شباب أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم في حقه لأعطين الراية غدا في الصحيحين لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من اللي أعطاه الراية؟ علي بن أبي طالب. هو اللي قال في حقه برضه أما ترضى أن تكون مني
بمثابة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. يبقى الأربعة دول إحنا بنسميهم على قمة هرم الصحابة. أنت عاوز تقول إنه دول معصومين، يعني الصحابة معصومين؟ لا يا سيدي، ما بقولكش معصومين، بس بقول لك أن جملة أخطائهم أو الذي صدر من بعضهم من خطأ يغفر لهم في بحر علمهم وفي بحر صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن دول اللي زكاهم القرآن وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء القرآن بالنص الصريح قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني بيخطئوا، أيوة بيخطئوا، لكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويبادرون بالتوبة. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق الصحابة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا.